الكافرين إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم كافرون. بيأس، يحبط، يقنط. أما المؤمن فدائما جذوة الأمل واليقين على الله والنصر من الله موجود. فنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في أصعب الظروف وأحلك الأوقات هو يحفر الخندق، الدنيا كلها مهاجمة المدينة برجالها وخيلها وقبائلها وكذا كلها، والإسلام محصور في المدينة المنورة، والنية أن يستأصلوا الإسلام والمسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم. ومن شدة الخوف يعني حفرنا الخندق نحتمي به. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما اعترضتهم صخرة، جابر بن عبد الله يقول: اعترضتني فأعيتني فشكوتها للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذ المعول وضربها، فطار شرر من النار تحت المعول على الصخرة وضربها ثانية، فكذلك انقدح نار وضربها في الثالثة فانقدح نار. قلت: يا رسول الله إني أرى نار ينقدح. فقال: أرأيته؟ قلت: نعم. قال: في الأولى فتح الله علي فيها اليمن، وفي الثانية فتح الله علي فيها الشام، وفي الثالثة فتح الله علي فيها فارس. وين نحن مطوقين خايفين من الاستئصال، يتحدث عن فتح اليمن ويتحدث عن فتح الشام ويتحدث عن فتح فارس عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول لهم هذا ظرف عابر، ما امشي، ما تخاف منه. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يشكو إليه أحد أصحابه، أتاه يقف بين يديه مجلود الظهر، الدماء تسيل من ظهره: يا رسول الله إلى متى هكذا نجلد ونطرد ونسحل على الرمال؟ فينهض النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بجانب الكعبة يقول له: لقد كان الذين من قبلكم يوضع المنشار على مفرق رأس أحدهم حتى يقع نصفين، ينشروه هكذا حتى يقع نصفين، ما يرده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. لا تستعجل، شوي جاي الفرج. والله ليتمن الله هذا الأمر، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. بده يجي يوم مش هون الإسلام بمكة لصنعاء، ومن صنعاء لحضرموت، والراكب يطلع ويمشي لا بيده سلاح ولا سيف ولا كذا، لأن هذا بلاد إسلام وبلاد أمن وأمان، لا يخاف إلا الله ويخاف الذئب على غنمه فقط، أما ما يخاف من قطاع طريق ولا من أحد كافر ولا من أحد كذا. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة ملاحق مطارد كذا إلى آخره، فرسان مكة تقف على باب الغار، وسيدنا أبو بكر يخاف على رسول الله لا يخاف على نفسه: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر الله ثالثهما. بعد شوية في الهجرة سراقة يطاردهم، قصة سراقة تعرفونها، يتعثر فرسه ثم الثانية ثم الثالثة فيعلم أنه ممنوع من محمد صلى الله عليه وسلم، فيطلب من محمد كلام مفاوضات: طيب اكتب لي عهد يا رسول، أنا خلص يعني إذا بدكم الزواد معي طعام بعطيكم، وأنا بدي أرجع على مكة، لكن أعطيني شيء يعني أختص به دون أهل مكة، لو رجعت أنت إلى مكة وكذا. فكتب له كتاب أمن وأمان وكذا. ومع ذلك قال يعني من كلامه: ارجع يا سراقة ولك سواري كسرى أو سوارا كسرى. الآن مطارد في الصحراء، معقول بده الله يفتح علينا كسر يعني ملوك كسرى وكنز كسرى، وسراقة بن مالك هذا يلبس سواري كسرى يعني. لكن مع ذلك
تحقق ولا ما تحقق؟ تحقق في زمن سيدنا عمر، وأتت غنائم قصر كسرى ووضعت بين يدي سيدنا عمر وقلبها وفيها تاجه ومنطقته وسواريه وقبابه. قال وين سراقه؟ جابوا لبسوا اياها، امشي فيها يا سراقه، امشي يمين امشي شمال، ارفع يديك، الحمد لله الذي البس سواري كسرى سراقه بن الملك. لكن بعدين ما يحققوا طبعا، شلحوا اياه ووزعوا بين المسلمين. تمام؟ فالامل يا اخوان، الامل. شكول مرة خوف في المدينة: يا رسول الله إلى متى نحن هكذا خائفون ننام وأيدينا على مقابض السيوف؟ قال لا، بيجي اليوم إن شاء الله إن الرجل يجلس محتبيا ليس بيده حديدا. خلاص بيجي اليوم اللي محتبي يعني يقعد يطلب فصاحة الحباء من كتافه وساند في ركبه وليس بيده حديدا ولا في خوف ولا في كذا. فيا اخواننا الامل بدنا يقين، بدنا عزيمه، بدنا اصرار، بدنا توكل. هذه الثوره ستصل الى اهدافها رغم الحصار، رغم الجوع، رغم القله، رغم الفقر. بده يكون عندنا امل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثوره ستصل الى اهدافها ويصل الناس الى حياه الكرامه والعزه والهناء والسعاده باذن الله تعالى. نريد الإصرار الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ساوموه: شو رأيك نترك كذا واعمل كذا واعبد ديننا يوم ونعبد دينك يوم وخلي عنا، وعمه صار يساوم: يا ابن أخي يعني هون علي وعلى قومك ونحن أصابنا ما أصابنا بسببك. فانتفض النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه أو تنفرد مني هذه السالة. فنحن كلنا لازم نقول والله لا نترك هذا الطريق ولا نترك هذه الثورة ولا نترك هذا الجهاد حتى يحكم الله بيننا وبين الظالمين. خلاص يا أخوان، بيكفي 60 سنة عشنا تحت وسطار. بيكفي ولا ما بيكفي؟ والله كنا عايشين تحت وسطار يا اخوان. بيجي بدق الباب، بياخذ ابوك، بياخذ اخوك، بياخذ عمك، بياخذ جدك، ما بتصير تحكي كده، ولا تقول شو زبط، ولا وين رايح، ولا شد يضل عندكم، ولا شيء. اتذبحوا على باب الدار، وناخذ على المعتقل، وناخذ على السجن، ونقطعوا القطع، والفرموا بالكبه، والضل عنده 20 سنه، ما بتصير كده. وأدخن شارب بيجيبوا أحقر رجل من عندهم. الرجل ما بيسوي فلس عندهم، بيجي بيجيب أدخن شارب بياخذ. إيه بالله عليكم، هاي كانت حياة؟ ما كانت حياة يا أخوان. فرغم البلاء والمحن والشهداء والتشرد والكذا بإذن الله سنصل إلى الحياة الكريمة التي لا يستطيع أن يعتدي فيها أحد على دمائنا ولا على أعراضنا ولا على أموالنا بإذن الله تعالى. بس بدها شوية صبر، اصبروا جزاكم الله خير، والسلام عليكم.